سفاح كان يقتل ويغتصب النساء في داخل الجامعة. محمد آدم، تابعوا معنا. محمد آدم عمر إسحاق، سوداني الجنسية، مقيم في اليمن. انتقل إليه عام 1995 ليعمل كفني تشريح بجامعة صنعاء. تم قبوله لأنه كان مغسل للأموات في السودان، فلديه الخبرة الكافية في التعامل مع الجثث في المشرحة. محمد آدم كان أسمى البشرة، عاش مع زوجته حواء بشقة قريبة من الجامعة. لا أحد يعرف تاريخ حياته، لكن حسب أقواله فقد عانى من مشاكل في طفولته، فقد اغتصبت أمه أمامه وعمره 7 سنوات، وقام أبوه بقتل المغتصب وتقطيعه إلى أشلاء ودفنه في زريبة الغنم. وكانت هوايته الملاكمة. عمل فني تشريح أيضا في جامعة أم درمان في الخرطوم، إضافة لكونه مغسل أموات في ذلك الوقت. كانت هناك طالبة من جنسية عراقية اسمها زينب سعود عزيز، تدرس سنة أولى في الطب البشري بنفس الجامعة، فعائلتها انتقلت اليمن وعاشت مع أمها وإخوتها الاثنين في شقة بصنعاء. واجهت زينب بعض الصعوبات في دراستها، مما أجبرها على دفع مبلغ مالي كرشوة لتنجح في بعض المواد. وكان الوسيط محمد آدم الذي كذب عليها، مما اضطر والدتها لتقديم شكوى ضده للجامعة، وقامت بسبه وشتمه. فما كان من إدارة الجامعة إلا أنها أوقفته ثم أعادته إلى عمله. مرت الأيام ونسى الجميع القصة، وفي تاريخ 13/12 سنة 1999 ذلك اليوم المشؤوم احتاجت زينب لنموذج جمجمة من أجل دراستها، فذهبت هي وزميلتها إلى المشرحة، وعدها محمد آدم بإعطائها جمجمة لكنه مشغول، لهذا سوف يعطيها الجمجمة قبل نهاية اليوم. وبعد أن أنهت زينب محاضراتها ذهبت للمشرحة، وكان السفاح في انتظارها، حيث استغل تواجدها لوحدها فوجه لها لكمة أفقدتها وعيها، ثم سحبها إلى داخل عرينة المشرحة حيث اغتصبها وجز رأسها ووضعه في أحد الأواني الزجاجية على الرف. واستكمل عمل الوحش مثل كل مرة. انتظرت أم زينب ابنتها على الإفطار لأنه كان شهر رمضان، لكن ابنتها لم تعد، لهذا حاولت البحث عنها في كل مكان ومن دون فائدة. ذهبت لمركز الشرطة بصحبة والديه، حيث قرر الضابط نفس الكلام على مسامعهم، وقالوا ربما هربت ابنتكم مع عشيقها. لكن الأم لم تيأس ودافعت عن شرف ابنتها، وأنها تعرف ابنتها جيدا ولا يمكن أن تفعل هذا، فهي ابنة الأصول. وأصرت أن ابنتها لم تغادر الجامعة، واستمرت تنتقل من قسم إلى آخر، وربما دفعت مبالغ مالية رشوة من أجل أن يتحرك رجال الأمن. وفي شهر يناير عام 2000 تحرك رجال من المباحث وفتشوا المشرحة ولم يجدوا شيء، وكان الظاهر أن تفتيشهم كان سريع فلم يلاحظوا أي شيء. لكن أم زينب لم يهدأ لها بال، وخصوصا بعدما أخبرتها الفتاة صديقة زينب أنها كانت تنوي الذهاب للمشرحة لاستلام جمجمة بلاستيكية. فتوجهت أم زينب إلى إدارة قسم الجنايات وطلبت منهم تفتيش المشرحة مرة أخرى، وأخبرتهم بقضية الرشوة المدفوعة لمحمد آدم، واتهمته أنه هو وراء اختفاء ابنتها. وبعد سلسلة من الإجراءات وإصدار تصريح بتفتيش الجامعة، خصوصا أن القانون اليمني يحظر على رجال الأمن اقتحام حرم الجامعات إلا بتصريح، تحرك رجال الأمن وفتشوا المشرحة، وسرعان ما اكتشفوا بشاعة ما كان يحصل، فوجدوا رؤوس لنساء موضوعة في أوعية زجاجية وبقايا بشرية. فتم تحريز المكان وإغلاقه للتحقيق، واعتقلوا محمد آدم ثم أحيل للتحقيق. واستدعيت أم زينب للتعرف على رأس ابنتها، فانهارت المسكينة من هول المصيبة. أثناء التحقيقات اعترف محمد آدم أنه قتل واغتصب حوالي 16 فتاة، 11 منهم طالبات في الجامعة وبعضهم فتيات استدرجوا من الجامعة. وقال أيضا أنه كان يبيع الذهب والمجوهرات الخاصة بهم، وقال أنه باع خاتم ب30,000 ريال وحزام من الذهب ب130,000 ريال يمني، وأن زوجته حواء بريئة لا تعلم بما يقوم به. أما بيع الذهب ومتعلقات الضحايا فكانت له صديقة تدعى ياسمين هي التي تقوم بهذا العمل، وكانت عشيقته في الوقت ذاته. وأضاف أنه اختلف معها في يوم من الأيام على مبلغ من المال، وخشى أن تكتشف أمره فقتلها وشق بطنها وأخرج الجنين من بطنها حيث كانت حاملة منه، ووضع الجنين في أحد الأواني الزجاجية التي ضبطتها الشرطة. واعترف المحققين بأشياء أذهلتهم، حيث ادعى أنه قتل أيضا 11 فتاة في جامعة أم درمان بالسودان حيث كان يعمل سابقا، وأنه أيضا سافر للكويت وتشاد وأفريقيا الوسطى، وأنه عضو عصابة لسرقة وبيع الأعضاء البشرية حيث كان يجني 50,000 ريال على الكلى وغيرها من الأعضاء البشرية. وعندما سألوا المحققين عن عمله كيف لم يكتشفوا المسؤولين في المشرحة، أجابهم أن المشرفين لم يكونوا يحضروا العمل ومنحوهم مطلق الحرية، وأن دوام المشرحة كان مفتوح مما سهل عليه عمله الإجرامي، وأنه كان يدفن بعض ضحاياه في بعض المقابر بعدما يصدر تصريح دفن من الجامعة بحجة أنها أعضاء بشرية لم تعد تصلح للدراسة.
وقام السفاح بإخبار الشرطة عن أماكن الدفن. وأما عن طريقة استدراجه للضحايا فأجاب أنه كان يستدرجهم بعدة طرق، وقال أنه كان يوعدهم بإعطائهم نماذج بشرية للدراسة أو أقراص مدمجة للمحاضرات، وأنه في إحدى المرات جاءت إليه طالبة تبحث عن زميلتها التي قتلها، فقال لها: هل تقصدين هذه؟ وعندما شاهدت رأس صديقتها أغمى عليها فسحبها للمشرحة واغتصبها ثم قام بذبحها. أما الرفات والبقايا البشرية فقد حقق فيها محققون مختصون والذين أكدوا بدورهم أن الجثث تعود إلى 8 فتيات، وبعدها تم إحالته إلى المحاكمة. محاكمة هذا السفاح كانت غريبة عجيبة، حيث ظهرت فتيات أحياء من بين الفتيات التي اعترف السفاح بقتلهم، مما أجبره على التراجع عن بعض اعترافاته، وأنه أيضا تم نفي أنه عمل في أي جامعة بالسودان، كما أنه تم نفي أنه سافر إلى بلد آخر غير اليمن. وبتاريخ 20 يونيو سنة 2011 في الساعة 9:30 تحركت سيارات الأمن إلى وسط ساحة مسبح بجانب الجامعة، وسط احتشاد أكثر من 30,000 يمني جاءوا ليشاهدوا تنفيذ حكم الإعدام. تم ربط محمد آدم على عمود وجلدوه 80 جلدة حد شرب الخمر، ثم مددوه على الأرض ليتم إطلاق 3 رصاصات في ظهره، لكنهم اكتشفوا أنه لم يمت، ولهذا أطلقوا عليه رصاصتين لتزهق روحه وسط تكبير الحشود، وتم أخذ جثته بسيارة الإسعاف. قتل واغتصب حوالي 16 فتاة، 11 منهم طالبات في الجامعة. ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة. أتمنى لو عجبتك القصة تدعمني بلايك واشتراك القناة. أشوفكم في قصة جديدة. السلام عليكم.